أبدى نجم الاتحاد السابق محمد نور رأيه في أداء الفرنسي موسى ديابي لاعب الفريق الأول لكرة القدم، مؤكدا أن اللاعب يمتلك إمكانات عالية، لكنه لا يجد الدعم الكافي من زملائه في وسط الملعب. وقال نور خلال ظهوره في برنامج دورينا غير: رغم انتقادي لموسى ديابي، لكن أيضا لا يوجد لاعب في منتصف الملعب يمنحه الكرة في المنطقة المناسبة، وإذا وجد لاعب بهذه المواصفات يمرر له خلف المدافعين ستشاهدون ما سيفعله. وأوضح قائد الاتحاد السابق أن ديابي يحتاج إلى منظومة تساعده على إظهار قدراته، مشيرا إلى أن افتقاد الفريق لصانع ألعاب مؤثر قل من فعالية هجوم العميد في المباريات الأخيرة. ويستعد الاتحاد لخوض مواجهة من العيار الثقيل أمام النصر ضمن منافسات دوار 16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، في مباراة ينتظرها عشاق الكرة السعودية بشغف كبير. ويسعى الفريق الاتحادي إلى تصحيح مساره بعد سلسلة من النتائج المتذبذبة في الفترة الماضية، إذ يطمح للعودة إلى سكة الانتصارات وتحقيق الفوز من أجل المحافظة على لقبه الذي توج به في النسخة الماضية من البطولة. من جهته، يواصل كونسيساو المدير الفني للاتحاد تحضيراته المكثفة للمباراة، مع التركيز على رفع الجاهزية البدنية والفنية للاعبين، خصوصا في الشقين الهجومي والدفاعي، استعدادا لمواجهة النصر القوي هجوميا.